ما الذي حدث بالضبط؟ أثناء تشغيل لعبة تدعى 360 درجات أو 360 كبير البندول، حدث انكسار مفاجئ في العمود المركزي البندول، مما أدى إلى انقسام اللعبة إلى قسمين وسقوط منصة الركاب على الأرض. بعض الركاب رغم أنهم كانوا مربوطين تعرضوا لإصابات بسبب سقوطهم مباشرة وضربهم بقطع من الهيكل المتفكك، كما ضرب العمود المرتد بعض المتفرجين. حسب شهود العيان، تم سماع صوت طرق أو فرقعة قبل الانهيار مباشرة، ووصف بعضهم الوضع بأنه مشهد من الرعب والهلع. عدد الإصابات والردود على الحادث. عدد المصابين 23 شخصا، بينهم 3 حالات وصفت بأنها في حالة حرجة. لم يسجل أي وفيات. خدمات الطوارئ وصلت سريعا إلى الموقع وقدمت الإسعافات الأولية، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، حيث أعلنت الطائف حالة الإنذار. الكود الأصفر. الحاكم المحلي الأمير سعود بن نهار بن سعود أمر فورا بإغلاق المنتزه وفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادث. ما الذي يحتمل أن يكون سبب الحادث؟ التحقيقات ما زالت جارية لتحديد السبب الدقيق، سواء كان خللا هندسيا أو تقصيرا في الصيانة أو عدم الالتزام بالمعايير الفنية للسلامة. هذه الحادثة تثير تساؤلات حول معايير الأمن والسلامة في مدن الملاهي بالسعودية، خصوصا أن عبر العالم حدثت حوادث مشابهة شهدت توقفا فجائيا لمعدات ضخمة أثناء التشغيل، مما أدى إلى إصابات أو وفيات.